الأهلي يتغلب على كهرباء إسماعيلية ويقسو عليه قسوة شديدة. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لأن الفريق بتاع كهرباء إسماعيلية مع رضا شحاتة المفروض الطبيعي إن هو هيلاعب فريق زي النادي الأهلي جاي من نشوة بعد فوزه أمام الزمالك. الطبيعي إن هو كان يخاف ويقفل الملعب، خصوصا إن الفرق اللي لعبت على الأهلي السنة دي وقفلت عليهم الملعب زي المحلة قدروا إن هم ياخدوا بونت من النادي الأهلي. فبطبيعة الحال فريق لسه صاعد للدوري الممتاز معاه مدرب عارف إمكانيات لعيبته كويس وما خدوش بطولات كتيرة أثناء الماتشات اللي فاتت. طبيعي كان يقفل المباراة على النادي الأهلي ويحاول يخطف هدف مثلا عن طريق عرضية أو هجمة مرتدة، بحيث إن هو يحاول يخطف بونت من النادي الأهلي. طبعا عشان رضا شحاتة ما عملش كده، فاستغل عماد النحاس الموقف أفضل استغلال. طبعا بدأ بزيزو بعد عودته من الإصابة، وتريزيجيه اللي واخد 3 انذارات موقوف النهارده. طبعا بعد النشوة اللي حصل عليها حسين الشحات بعد ماتش القمة بدأ بيه على الوينج اليمين. بس هي المشكلة كلها إن الأهلي دلوقتي أي نعم ابتدى يبقى فيه تثبيت للشكل اللي بيلعب بيه، ولكن مش تثبيت للأشخاص. وهيقابل الأهلي الموسم ده سواء مع عماد النحاس لو استمر أو لو جابوا مدرب، النادي الأهلي جابوا مدرب جديد، هتفضل نفس المشكلة مستمرة بسبب تغيير الأشخاص كتير، بسبب كثرة النجوم اللي على الدكة اللي ممكن تعمل مشاكل أو تعمل نوش زي ما بيقولوا كده بالبلدي. غير طبعا إن الأهلي عنده مشكلة كبيرة جدا إن كل الفرق تقريبا دلوقتي بتسجل عليه وهش دفاعيا جدا، مع ان طريقه اللعب تقريبا واحده من السنه اللي فاتت. بس هي الفكره كلها ان الاشخاص نفسها اتغيرت بعض الشيء. طبعا بعد محمد عبد المنعم ما مشي حل محله رامي ربيعه شويه كان مع ياسر ابراهيم، واشرف داري طبعا ما اثبتش نفسه. فطبعا بعد ما كمان رامي ربيعه مشي واشرف داري مصاب، فبيتناوب على الدفاع او الجزء ده اكتر من شخص بجانب ياسر ابراهيم. والنهارده شفنا كل اللي حصل بعد ما ياسر ابراهيم خرج. قدر كهربا اسماعيليه مع ان هو كان فريق لا حول له ولا قوه، كان مغلوب 3-0، قدر ان هو يرجع بهدفين وكان قريب ان هو يرجع للماتش لولا الحكم واحتساب فاول. هو الفاول نفسه ما اعرفش هو صحيح ولا لا، ده حاجه نرجع فيها للحكام. بس طبعا بخبره اللعيبه وخبره واحد زي اشرف بن شرقي انه قدر ان هو يحرز الهدف، قدر ان هو ينهي الماتش اكلينيكيا على رضا شحاته والعوده اللي كانت ممكن تحصل بسبب تراجع النادي الاهلي وان هم شالوا ياسر ابراهيم من الدفاع. واصلا الدفاع عندهم في النادي الاهلي في الفريق غير موفق في الفتره الاخيره، واللعب فيه كتير في الاشخاص ده بيسبب عدم انسجام، وبيسبب اللي احنا شفناه النهارده في ماتش المفروض ان هو سهل على الورق، ان الفرقه زي كهرباء اسماعيليه كانت ممكن ترجع في النتيجه بعد ما كانت متاخره 3-0، وكانت ممكن تبقى متعادله مع الاهلي لولا الهدف الرابع بتاع اشرف بن شرقي اللي قتل الماتش. عماد النحاس يعني بياخد ثقة يوم بعد يوم إن هو يقدر يكسب النادي الأهلي، حتى لو هو النادي الأهلي مش مترابط ومش منسجم مش متجانس كلعيبة. وطبعا الفترة اللي فاتت كان عندهم المشاكل كده بتاعت أوضة اللبس، ابتدوا يحتووها شيئا فشيئا بدخول وليد صلاح الدين كمدير كورة. ابتدى الأمور تهدى شوية وابتدوا إن هم ياخدوا خطوات للأفضل وإن هم يركزوا في الموسم، وبناء عليه ابتدت النتائج تتحسن. وطبعا الثقة اللي جات لهم بعد ماتش القمة اللي فات كبيرة جدا، وهيبنوا عليها لإنهاء الموسم في المراكز المتقدمة سواء الأول أو الثاني مع بيراميدز أو الزمالك. طبعا الماتش النهارده ما فيهوش كلام كتير فني، هو الفكرة كلها إن الأهلي دلوقتي مركز إن هو يقدر يجمع بطولات ويحاول يفرق ويطلع للقمة تاني. الأهلي كمان ابتدى يثبت شكل وليس أشخاص، ودي حاجة مقلقة مع الوقت، يعني احنا المفروض نقلق فيها مع الوقت عشان لو اللعيبة ما ثبتتش مع الشكل ده
واللعيبه فضلت تتغير، سواء في الدفاع سواء في الوسط سواء في الهجوم، هيقع النادي الاهلي لا محاله بسبب عدم الانسجام. النهارده كنت بحلل لكم الماتش ده، ما تنسوش المتابعه على صفحتي على اليوتيوب، وان شاء الله اقدم لكم تحليل المباريات الجايه، وان شاء الله يكون في كلام كوره كتير نقدر نقدمه، بس الماتش يكون اسخن من كده شويه، وان شاء الله على خير واشوفكم على خير. شكرا.